وانت بتتفرج على منتخب مصر قدام منتخب السعوديه ما سالتش نفسك هو ده امام عاشور اللي بيدي الكوره لزيزو من غير ما يبص؟ حاجه كده، توني كروس، مودريتش، انيستا، حاجات جامده جدا. طب ما سالتش نفسك هو ده محمد هاني الجامد دفاعيا، الجامد هجوميا، اللي بيرفع كوره، اللي بيعمل اسيستات، اللي بيعمل كل حاجه في الكوره حرفيا؟ طب ما سالتش نفسك هو ده زيزو؟ زيزو اللي بيجري على الخط، اللي ما بيضيعش اي جون، اللي بيعمل لوب وبيدافع وبيهاجم. ما سالتش نفسك هي دي لعيبه الاهلي اصلا؟ السبع لعيبه، انت ما سالتش نفسك هي دي لعيبه الاهلي اللي منسجمه مع بعض في المنتخب، اللي بيلعبوا مره كل شهرين مع المنتخب زي اللي بيلعبوا كل يومين مع النادي الاهلي؟ لا، مفيش انسجام. مفيش انسجام. لعيبه المنتخب اللي في النادي الاهلي عامه، السبع لعيبه اللي كانوا بادئين اساسيا، ما كانوش في انسجام زي ما كانوا مع النادي الاهلي. اللعيبه منسجمه بطريقه عبيطه قوي. طب تقول لي دلوقتي السبب في ايه؟ السبب بدون منازع مدرب. مدرب وبدني، لكن الاقوى مدرب. انت عندك مدرب على الخط زي كابتن حسام حسن واقف كده، واقف للعب على الصغيره قبل الكبيره. لكن ترب، شفنا التصريحات بتاع كاموش تدل على ترب. انا نفسي كده لعيبه النادي الاهلي تلعب بنفس الروح اللي بتلعبها مع المنتخب. انا مش محتاج منكم حاجه تاني، العبوا بنفس الروح اللي بتلعبوا بيها مع المنتخب. نيجي كده ليستروب، يعني انا بقول لك بص، في اوقات بيكون المدرب شخصيته مع الشخصيه بتاعته كل ما تكون اقوى احسن ما تكون فني. يعني انا دلوقتي لو عندي مدرب في نادي زي النادي الاهلي حاليا، النجوم اللي فيها دي كله محتاجه مدرب يكون الشخصيه بتاعته اعلى من الفني، والفني برضه يكون جامد، بس محتاجه شخصيه اعلى. مدرب زي حسام حسن، مدرب زي حسام البدري، مدربين زي اللي شخصيتهم عاليه زي علي ماهر، المدربين اللي شخصيتهم عاليه مع فني. النادي الاهلي محتاج مدربين زي كده. لكن يجي المنتخب مصر كسبنا لاعب اسمه هيثم حسن، لاعب اسطوري، لاعب الكوره في رجله تحس انها مش عايز تطلع من رجله، الكوره كده لازقه في رجله، اللاعب ممتع لسه. يعني انت مش هتشوف اللاعب مثلا اول ما ينزل هيسجل هاتريك، لا. زيزو زيزو سجلنا 4 اهداف مع المنتخب، هو ساهم في 3 اهداف. ساهم في ال3 اهداف. شفت زيزو الفرق؟ يعني انتفاضه غريبه قوي بالنسبه لزيزو. اسلام عيسى ده نجم المنتخب حاليا. نجم المنتخب في المباراه دي، قصدي مش حاليا يعني. نجم المنتخب ليه؟ اللاعب يا جماعه حريف، مهاري، عنده الروح، عنده كل حاجه، سرعه، عنده كل حاجه تخليه يلعب اهلي او زمالك او بيراميدز من اكبر ال3 انديه في الدوري المصري. لاعب حرفيا هو مدفون ان هو في سيراميكا نادي كبير وهو عامل معاه اداء عالمي، لكن مدفون ان الجناح ده اصلا مش في النادي الاهلي. ده لاعب يلعب معاك جناح يمين، يلعب معاك جناح شمال، يلعب معاك مهاجم، يلعب معاك صانع العاب. لاعب زي اسلام عيسى حرام يبقى بره النادي الاهلي. مش هقول لك بقى زمالك والكلام ده كله، لا، هو حرام يبقى بره النادي الاهلي. لاعب زي اسلام عيسى حرام يبقى بره النادي الاهلي، بيراميدز او الزمالك. اللاعب كبير حرفيا، لاعب كبير، لاعب مهاري، لاعب عنده كل الامكانيات دي كلها. لكن في بعيد عن ده كله بقى عوده الاسطوره، عوده المدافع، عوده اللاعب الجامد. مين هو؟ محمد عبد المنعم. بالرغم ان هو لعب 5 دقائق، لكن تحس اول ما تشوف محمد عبد المنعم كده يا جماعه انت استريحت خلاص. ده شفت مدافع اللي هيامنك في كاس العالم، شفت المدافع اللي هيبقى الامان بتاعك في كاس العالم. منتخب السعوديه مش المنتخب، يعني بالنسبه اللي شفناه النهارده، في قانون في كره القدم لازم تطبقه. قانون في كره القدم بالنسبه للمنتخبات: يا تكسب الدوري بتاعك المحلي، يا تكسب المنتخب. ما ينفعش تكسب الاثنين، ما ينفعش تكسب المنتخب يبقى قوي والدوري يبقى قوي. الدوري السعودي قوي لكن ده اثر على المنتخب. الدوري المصري اضعف من الدوري السعودي، اضعف من الدوري السعودي، ده معروفه بالنسبه للمبالغ اللي بتضخ للدوري السعودي، مش زي المبالغ اللي بتدفع للدوري المصري. فالدوري السعودي بقى اقوى من الدوري المصري، لكن في نفس الوقت المنتخب المصري بقى اقوى من المنتخب السعودي بمراحل. شفنا تصريحات كابتن حسام حسن بعد الماتش، قال لك لا، السعوديه محتاجه تطوير بالنسبه للاعيبه، محتاجين يدوا فرصه للاعيبه اكتر. احنا عندنا في الدوري المصري ما ينفعش تجيب لاي نادي اكتر من 5 لعيبه، لكن في الدوري السعودي تقريبا 11 لاعب. انت متخيل؟ تجيب حراس، تجيب كل. عندنا في الدوري المصري ما ينفعش حارس اجنبي يجي بره، يجي من بره يحرس مثلا عليه النادي الاهلي او الزمالك او اي نادي مصري. فدي اثرت على المنتخب السعودي بشكل كبير. فالمنتخب السعودي ده مش مقياس ان احنا نقيس عليه قوه المنتخب المصري. المنتخب قوي، انسجام قوي، كل حاجه، بيعمل الهجمه المرتده بطريقه عبيطه قوي، جامده جدا. لكن المنتخب السعودي مش مقياس ان احنا نقيس عليه قوه المنتخب المصري او ضعف المنتخب المصري. المنتخب السعودي تايه تايه مليار في الميه. مش هقول لك دي حوارات مدرب بس، لا، حوار مدرب. وزي ما قلت لك الدوري بقى اقوى من المنتخب، واللعيبه الاجانب بتاخد فرصه اكتر من لعيبه الدوري، اكتر من لعيبه السعوديه. يعني مثلا انت هتجيب لاعب اجنبي بتدي له فرصه في النادي اكتر ما بتدي للعيبه المنتخب السعودي. مروان عطيه عمل ماتش كبير. نروح لمروان عطيه. مروان عطيه عمل ماتش كبير يا جماعه، دفاعيا هجوميا. شفنا حصل تاثير في المنتخب بعد ما طلع. تريزيجيه ما عملش ماتش كبير. تريزيجيه سجل هدف لكن ما عملش ماتش كبير. تريزيجيه لسه ما جابش فورمه تريزيجيه اللي احنا عارفينها. لا، ده مش تريزيجيه.
نروح بعد كده مين تاني؟ عمر مرموش. عمر مرموش خلاص بقى عنصر اساسي في المنتخب، برغم ان هو ما ضغطش على الدفاع، ما عملش الحاجات اللي احنا عارفينها دي، لكن يظل عمر مرموش هو عمر مرموش، لاعب كبير. شوف من هفوه سجل هدف وخلى النتيجه 4-0. بس لحد هنا زي ما قلت لك كده، لعيبه النادي الاهلي محتاجه مدرب قوي. زي ما قلت لك لعيبه النادي الاهلي محتاجه مدرب قوي. احنا شفنا اللعيبه عندها الامكانيات لكن ما عندهاش المدرب. لعيبه النادي الاهلي محتاجه مدرب قوي. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. يا رب تكون الحلقه عجبتك. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش المتابعه واللايك. صلى على سيدنا محمد افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.